صاحبتي عزمتني عليها في مطعم هندي، وبصراحة انا انبهرت بطعمها. ازاي ما كنتش بعملها بالطريقة دي من زمان قوي. يلا بينا نعمل طاسة فراخ بالكاري. عشاق الاطباق الجوسي هينبهروا جدا بطعم الوصفة دي. بصوا سهلة جدا، بس هي عايزة خطوتين. يلا بينا. اول حاجة نشوح الفراخ معانا. هنجيب فراخ كده بانيه ونقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونشوحها كويس جدا جدا على النار. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هننزل عليها بقى بتوابل معينة، وهي كركم وكاري ومعلقة من توابل الفراخ، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. طبعا لو انتي ضفتي مكعب مرقة خضار او مرقة دجاج هتفرق معاكي جدا في الطعم، وده بيكون بديل الملح اللي متعارف عليه اللي هو المضر. تمام، فممكن نضيف مكعب مرقة دجاج او مرقة خضار. شوحناها بالشكل ده. هننزل دلوقتي بمعلقة من الدقيق ونقلب كويس قوي، ونسيبها كده تتشوح شويه والدقيق يطلع ريحته. هنزود بس شويه صغيرين من الزيت عشان نعرف نشوح كويس. تمام، ونقلب كده كويس قوي. وبعدين الخلطه دي هاخدها على جنب كده في طبق، وهرجع تاني للطاسه بعد ما فضيتها وابتدي اعمل المرحله اللي بعد كده. المرحله اللي بعد كده هنحط زيت، ونجيب بصل جوليان متقطع ونشوحه لحد ما يتحمر زي بصلة الكشري شوية. تمام، الأكلة دي اتقدمت لي في المطعم مع 4 حاجات بصراحة كانوا أحلى من بعض معاها. كان معاها خبز بوري، وكان معاها الرز البسمتي الأبيض، وكان معاها الخبز الأبيض العادي، وكان معاها رز بالخضار. عاوزة أقول لكم بجد كانت لايقة جدا مع كل حاجة. يعني لو عايزة تاكليها بالعيش هتاكليها، لو عايزة تاكليها بالرز هتاكليها براحتك خالص. وصلت البصله بتاعتي للمرحله دي بالظبط. دلوقتي هنزل بنص معلقه من الثوم، تكون صغيره مش كبيره قوي، وهنقلب كده كويس. عايزه اقول لكم بقى الروايح طلعت. ودلوقتي هنزل تاني بالفراخ اللي حمرنا معاها الدقيق. هنزل بيه كوبايه كامله من الكريمه، كريمه الطهي، وهنزل بيه كوبايه من الشوربه وكوبايه من اللبن الحليب اللي هو السائل. تمام، يبقى انا نزلت دلوقتي بايه؟ بكوبايه كامله من الكريمه اللباني، كوبايه كامله من الحليب، وهنزل بكوبايه كامله من الشوربه. طبعا تقدري تحطي الوصفه كلها حليب مفيش مشكله، بس طبعا هي الوصفه عايزه اقول لكم بالظبط زي ما انا عاملاها بالظبط، وهتجربوها وهتقولوا لي بقى رايكم عامله ايه معاكم. بجد انبهار. طريقه تقديمها كانت متقدمه في الطاسه اللي هي الزهر او الطاسه اللي هي النحاس اللي هي الجديده اللي طالعه جديد، مش في الاطباق المفروده ابدا. بس انا حبيت ان انا اصور لكم كده في الطبق المفروده علشان اوصل لكم ان الصوص معايا لا تقيل ولا خفيف. كمان شكل البصل معايا باين جدا جدا في الوصفه، ودي الحاجه المهمه جدا اللي كنت بحرص جدا وانا بعمل الوصفه انها تطلع بنفس الشكل بتاع المطعم بالظبط، وبالفعل طلعت بنفس الشكل بالظبط. جربوا الوصفه هتعجبكم جدا. حاجه كده جوسي، حاجه كده بتدوب في البق بجد. جربوها مع العيش مع حتى الرز. عايزه اقول لكم بجد هتنبهروا من طعمها. ما تنسوش لو عجبكم الوصفه تشيروها مع كل اصحابكم وكل احبابكم، وكمان متابعه لصفحه دينا ابو الفتوح على الفيسبوك، وكمان احلى لايك وكومنت منك علشان اعرف رايك في الوصفه. مع السلامه.